واحنا بنشتغل هنلاقي ان الادارات دي بتخلف. يعني وانت بتبدا الشغل بتاعك وانت شركه صغيره او متوسطه او شركه كبيره حتى، اول ما بتبدا انت بتحط التمويل، البادجت، الميزانيه، وبعدين بتنتج، وبعدين الانتاج دخل المخزن، وبعدين خدنا من المخزن بدانا نبيع من خلال السيلز، وبدانا نعمل حملات تسويقيه من خلال الماركتنج، والناس اللي عينوا لنا الموظفين دول كلهم من قسم الاتش ار. كويس؟ طيب كل المديرين بيقوموا باربع وظائف. الاربع وظائف دول غالبا انتوا خدتوهم في سنه اولى في الترم الثاني في كتاب المانجمنت في الغالب يعني. اللي هم ايه؟ اللي هم الاورجنايزنج والكنترولنج والبلاننج والليدنج. واحنا قلنا اربعه تانيين كان اسمهم فاينانشال واوبريشن وكوميرشال واتش ار. خلي بالكم كويس ان كل مدير في الشركه هو مدير بيعمل اربع وظائف: البلاننج والكنترولنج والليدنج والاورجنايزنج. تعريفاتهم ايه وقصتهم ايه دي مش قصتنا دلوقتي. انا قصتي دلوقتي ان انا بحاول اربط لك الاي ار بي لما بننزله جوه المؤسسه ايه المانجيريال فانكشنز اللي بتتم بشكل اكفأ للناس الموظفين اللي موجودين. فانا كمدير هيبقى سهل عليا اكتر ان انا اقوم بالمهام الاداريه بتاعتي لو تحت ايدي بيانات منظمه. وحطوا تحت كلمه بيانات خطين. هطلع من كلمه البيانات المنظمه اروح لمعلومات اخد على اساسها قرار. حد يعرف يقول لي ايه اهم قرارات بتتاخد في اخر السنه من البورد اوف دايركتورز او رئيس مجلس الاداره؟ الربح، النت انكم. كويس. يعني اللي احنا بنتكلم فيه دي كلها عباره عن ايه؟ معلومات ولا بيانات؟ ها؟ معلومه ولا بيان؟ بيان. ها؟ معلومه. طيب خلينا بقى نقول طب ايه الفرق ما بين البيان والمعلومه؟ البيانات statistical عشان يطلع منها ايه؟ يطلع منها معلومه. البيان هو المادة الخام للمعلومة. البيان المادة الخام للمعلومة. لو أنا عندي مجموعة بيانات فأنا مثلا بقول رجل 180 سنتي وزنه 70 كيلو ساكن في المكان الفلاني في الفرقة الثانية. أنا كده عندي معلومة عن الراجل ده. على أساسها أقدر أقول يقدر يروح يحضر كورس اي ار بي في المكان الفلاني. فبقى عندي معلومه. لكن لو انا قلت لكم رجل، محتاج اجمع عشان اخد في الاخر قرار. يبقى البيان هو الماده الخام للمعلومه. انا دوري بقى في الاي ار بي بعمل ايه؟ انا برتب البيانات اللي ليها علاقه بالموارد اللي جوه المؤسسه عشان اطلع منها معلومه، على اساس المعلومه يتخذ القرار. فكل ما كانت البيانات اللي داخله عندي دقتها اكبر وشامله بشكل اكبر هقدر اخد قرار بناء على معلومه دقيقه. كويس؟ ففي الاخير الاي ار بي ده هينظم لي الموارد اللي جوه المؤسسه من خلال انه بيجمع بيانات البيزنس ويعرضها بشكل منظم فتطلع معلومات على اساسها ناخد قرارات. كويس؟ طيب بنبدا ازاي؟ لما قلنا احنا بنبدا بزنس قلنا ان الراجل طالع في الاول بيقول فاينانشال، اوبريشن، كوميرشال، اتش ار. بس انا رايح انفذ الاي ار بي جوه مؤسسه، المؤسسه دي قائمه بالفعل وقد يكون بقالها سنين في الماركت. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان احنا حكيناه ده هو سايكل مقفوله، لانك داخل على مكان مغلق، على مصنع، على مؤسسه، على شركه بتقدم خدمات فعليه. لما انت بتدخل ما بتقولكش انا بدات بالاداره الماليه، ما بيحكيلكش حدوته المشروع بتاعه بدا ازاي. لا لا لا، هو عنده نيد معينه. النيد معينه دي بتقول ايه؟ انا عايز انفذ اي ار بي. طب ايه مخاطر الموضوع؟ هو مش داري بيها بشكل كافي، ولو داري بيها بشكل كافي ما عندوش الصوره شامله، وكمان ما عندوش تخيل كافي ان المديرين بتوع الادارات اللي موجودين عنده هيساعدوه الى اي مدى. فحضرتك داخل بتقول انا هحول لك الحياه ديجيتال، ولكن العقبات اللي موجوده جوه دي اللي انت وهو هتصادفوها مع بعض. طب نكسر ده ازاي؟ ندخل ونقلل الريسك بتاع تطبيق الاي ار بي سيستم جوه الشركات ازاي؟ بالاناليسز. فلازم قبل الخطوه دي حضرتك وانت رايح تنفذ اي ار بي سيستم جوه اي مؤسسه لازم تاخد بالك كويس انك لازم تبقى جود ليسنر.
بتسمع كويس قوي. كل ما هتسمع من العميل بتاعك اكتر كل ما حضرتك هتتعلم اكتر، مش العكس. حضرتك مش رايح علشان انت في ايدك العصايه السحريه، مفيش حد اسمه كده. كل شركه ليها ثقافه مختلفه بناء على استراكشر مختلف جوه كل شركه. الاستراكشر ده بيعكس الثقافه اللي من شأنها انها تهد اي استراتيجيه. العدو الاول لتطبيق الاستراتيجيات في العالم هو الثقافات. مفيش اي سبب تاني يهدم استراتيجيه اكتر من الثقافه وقوه الثقافه دي جوه المؤسسه شكلها ايه. وبالتالي سماح حضرتك في الفيز الاولانيه للنيدز الحقيقيه للديجيتال ترانسفورميشن جوه المؤسسات او تطبيق الاي ار بي اللي هو جزء من الديجيتال ترانسفورميشن. الديجيتال ترانسفورميشن مش اي ار بي بس، ديجيتال ترانسفورميشن حاجات كتير جوه الشركه. الايديال، الحاجه الايديال اللي المفروض لما ندخل نعملها جوه الشركات نعمل ايه بقى؟ نعمل الاول بزنس اناليسيس، تحليل اعمال. وقبل ما بنعمل البيزنس اناليسيس ده احنا بنقعد في الجلسه الاولانيه مع الكلاينت بنسمعه كويس وبنحاول نفهم طبيعه المنتج او الخدمه بتمشي ازاي. وبعد ما بنسمع بنطلع رفلي ورقه فيها الشكل العام بتاع البيزنس. انا كبزنس اناليست شاطر انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعرف البيزنس ده بيمشي ازاي. هل هو مثلا خط انتاج مستقيم ستريت فورورد زي مثلا مصانع البلاستيك؟ مصانع البلاستيك حضرتك بتحط الماده الخام بتبقى عباره عن خرز كده، بتطلع من الناحيه الثانيه منتج ستريت فورورد. انواع في نفخ وفي حقن وفي قصه كده في مصانع البلاستيك. ولا هي مثلا مصنع زي مصانع المراتب؟ طب ما هي مصانع المراتب دي صناعه تجميعيه، الشاسيه بيتعمل لوحده وبعدين القطن بيبقى لوحده وبعدين بنفصل المرتبه وبعدين بنقفلهم مع بعض بنجمعهم ونطلعهم. مصانع العربيات مصانع تجميعيه. تمام؟ طيب انا كده هفهم الصناعه علشان ايه اللي يحصل؟ علشان الكلاينت اللي انا اتعلمت منه ان الستريت فورورد ميثود في التصنيع متكرره معايا في صناعات مختلفه. فانا بجمع خبراتي انا از اناليست عشان اقدم دوكيومنت للشخص اللي هيمبلمنت الاي ار بي، هيبدا يطبق بقى الاي ار بي بشكل هو يفهمه. فحضرتك دورك كاناليست في الاول ايه؟ ان انت بتربط ما بين البيزنس وما بين الانفورميشن تكنولوجي. هنترجم الدوره المستنديه الاداريه انها تدخل على سيستم، السيستم ده اسمه اي ار بي. يعمل ايه الاي ار بي؟ ينظم لك ويخطط لك الموارد اللي جوه المؤسسه. الشكل واضح؟ ولا في حاجه عايز تتعاد؟